الدهب يعني كمان لما زيد يا تلاقي ابو هذه الدهب، الخشبة، يعني زيد يا ابو الدهب، يعني في ماتشات اطمن احنا واقفين في الآن. ماتشات يا اسلام لما كنا بالك؟ بنلعبها، يعني مثلا بيلعب مثلا مع حفظ الالقاب رضا عبعال ووليد صلاح الدين، هذه خشبه ده كنت بيعاني. يعني انت لا واخد بالك، بيعاني لأنه إيه؟ لا إحنا ما على طول اقصدش كنا بيعاني بنعاني. ايه، خلاص هو عرف ان هو هيدافع. يعني حتى جت وحد فتره كان بيجي ايوه ما عليكم. كانش بيزيد ما يعني. كانش بيزيد، وانت ما هو كانش حد بيهاجمك هي فيها. كانت الميزه، لا، كانت الكرة في بتطلع رجلنا على وبيقف. طول. الكره في رجلك ما بتلعبهاش ايوه في طويل. النهايه برضه ما كانش برضه حد بيهاجم. لا كان في عندنا فرق، نادر- لا لا لا، انت كنت نادر بتلعب. يعني. لا بالعكس، انت بتلعب لا 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 فرق لا كانت قويه. لا، في ناس يعني كان في فرق كلها المحله، بتضغطك. المصري، هي دي كمان فرقة الاتحاد ضعيفة. السكندري، لا. واخد بالك؟ ازاي لا فرقه ضعيفه ازاي؟ لا، ده احنا فرقة كنا قوية بس. يا راجل ده احنا كنا نادراً بنلعب لما كان البطوله حد العربيه. لا بص كنا ليه؟ بنلعب هقول البطوله لك ليه؟ العربيه اقوى من الافريقيه. لان هو طبعا انت عندك بلاوي مسيحه في الملعب. عندك حسام بيبقى فيه 2 ماسكين، وفيليكس عندك وليد بيبقى واحد ماسكه ولا 2، عندك رضا عبد بيبقى ممسوف. عشان كده هم بيهتموا بالحته الدفاعيه اكتر من الهجوميه، لان لو هم لعبوا معاك مهاجم هتبقى النتيجه 5 و6 و7. كان بتبقى في زياده. طيب. كمان عندك 2 شايلين حل الرئة. المشكله الدفاعيه اللي موجوده في النادي الاهلي، وهل المشكله دي بسبب الرجاله اللي موجودين في قلب الملعب ياسر وياسين مرعي، لا. ولا بسبب الطرفين اللي هم يعني من امبارح في حاله من النقد الغير طبيعي، اللي هم 2 اصلا موجودين من العناصر الاساسيه للمنتخب، هقول لك. اللي هو محمد هاني لا. وكوكا. أنا فهل وجه- المشكله هنا في الطرفين هو- ولا لا. في قلب هو كوكا ما كانش مركز، والاثنين اللي في القلب ما كوكا كان بيقطعوش غير ما كويس، يضغطوا. ومحمد هاني كان نجم المباراه، يعني نجم المباراه بعد اشرف بن شرقي، واخد بالك؟ هي المشكله كلها في قلب الملعب. محمد بن رمضان اللي لغايه دلوقتي ما جاش، وكان مروان عطيه اللي بدا يلعب كوره وما بقاش يدافع، ما بقاش يضغط زي الاول. انت عارف من اول الموسم مثلا لما كان هناك في كاس العالم للانديه، شوف كان بيضغط ازاي، برغم ان هو في الماتش بتاع بالميراس لو ضغط على الراجل ما كانش جه الجون الثاني. فاكرين الجون ده؟ فهو السنه دي مش عارف ما بقاش يضغط ليه. هو لسه عنده مشكله في تجديد عقده؟ لا سيبك من دي، ولا لا، دي ملهاش عامله له دعوه. مشكله؟ لا لا عامله لا له مشكله والله. لا واخوه، انا بقول لك معلومه، يا اخوه قعد مع محمد يوسف من فتره وطلبوا مبلغ، وطلبوا برضو يعني مبلغ اكتر من 2 مليون دولار في الموسم علشان يجدد. 2.5 دي مليون حاجة. دولار. بس. فما ممكن ده بيشغل لا تفكيره. لا لا لا، ده بالعكس، ده هو لازم ابقى كويس عشان احط رجل على رجل وانا بفاوض. انت واخد بالك؟ هو الميزه بتاعته ايه؟ انت جايبه الاول عشان كان بيشوط، لا كان بيعمل سروهات، لا كان بيجيب اجوان. انت جايبه عشان حاجه واحده معينه، بيدافع. الوحيد اللي بيدافع وبيضغط ساعه لما الكره النادي الاهلي عشان بتنزل. كده كلام الكابتن واخد بالك؟ رضا، عشان كده من كلام خرجوا. الكابتن رضا ده، لان حضرتك بتشير لنقطه مهمه، طبعا ان هل غياب امام عاشور، فالبعض ملاحظ ان الاهلي متاثر بغياب امام عاشور، فهو حب جمهور الأهلي نسي إمام يقوم. عاشور. نعم. جمهور الاهلي نسي امام عاشور. لا انا لا، ما حدش لا، يسيء. اسمع لا، بس. هو لعيب كويس، ربنا يشفيه طبعا يا رب ويعافيه. طبعا، احنا بنتكلم ماشي. على حاجه، لكن انا بتكلم ان لا، اداؤه في الملعب مختلف برضه يعني، بس مؤثر انت مع- الكلام ده بعد يعني سنه. هو ولا محمد علي بن رمضان؟ لا انا عن نفسي انا قلت على حسب لما شفت محمد. لا انا بتكلم على دلوقتي. لا دلوقتي، لا امام. انا بتكلم. لا في الفتره الاخيره ما طيب. قبل ما بالظبط. ما يتصاب بالظبط. ويحصل له اللي حصل ده، بالظبط. واخد بالك؟ بس اللي انا بقول عليه، فهل مروان عطيه حب ان هو يقوم بادوار مش بتاعته اللي هي بيقوم بيها امام عاشور علشان يوري للناس ان انا عندي قدرات اضافيه، فده اثر على اداؤه الدفاعي اللي هو الاداء الاساسي مع النادي الاهلي؟ مع وجود محمد بن رمضان اللي هو لا بيدافع ولا بيهاجم. بص كده، هات لي من يوم ماتش بورتو اللي هو جاب فيه الجول. ما هو ما لعبش غير الماتش ده. لا هو ما لعبش الماتش ده، هو جاب جون فيه. انا بقول لك ما لعبش هو ما غير- جابش الا جون فيه. هو طول الماتش اللي كان بيلعبه في التوقيت دوت كان اللي هو تريزيجيه على زيزو على ما اعرفش ايه اللي هم، واخد بالك؟ الصفقات الجديده وقتها. وتحديدا كمان بعد ما ديانج نزل وعمل لهم 5 6 انفرادات لو تفتكر. لا انا بكلمك على بن رمضان دلوقتي على نص ملعب نادي الاهلي. ايه السبب؟ ما رجعش مع انه هو لعيب كويس، أيوة، او ما عنده امكانيات كويسه. لما شفناه مع منتخب تونس انا قلت هيجي يكسر الدنيا. ولما حتى تقارن بامام عاشور انا قلت لا هو على حسب الايه القديم. فلما جه انا مش شايفه اضاف حاجه للنادي الاهلي.
ما تعرفش. بس لازم اللي زي ده بقى في الحاله دي. هل انا ملاحظتي، ما اعرفش حضرتك ادرى مني والكابتن قدام، هل لانه اداؤه بطيء زياده عن اللزوم؟ لا، ما دخلش فورمه، دي رقم واحد. رقم اتنين، بيلعب على طول. والراجل اللي اسمه ريبيرو، انا قلت هنا في حلقه من الحلقات، الراجل ده بيحبه، ما بيطلعوش من العالم. ده مره جاله شد وما رضيش يطلعه وغير، مش عارف طاهر محمد طاهر وما غيروش، وهو عنده شد ووقع، واخد بالك. فهو بيلعب على طول، فمش فارقه معاه.